دايمًا بيبقى نِفْسك تتغيّر، نِفْسك تبدأ في طريق نجاحك، بس فجأة تحس إنّك مش قادر، مش عارف، بتحس إن حاجة بتشدّك لورا، كإن في صراع بينك وبين نَفْسك. المعرفة أو العلم بالشيء مش هو أساس نجاحك، العلم بالشيء ده أول خطوة، ولازم ييجي بعدها على طول العمل. أنت عرفت يبقى لازم تعمل. أنت النهارده عارف إنّك لازم تصلّي، يبقى لازم تصلّي، وقت ما الأذان يأذّن تجري تروح المسجد. مش إنك عارف إنك لازم تصلي وقاعد لا اتوضيت ولا اتحركت المسجد ولا عملت حاجة. العلم البداية، السعي والعمل هو أساس النجاح. مع العلم تعالوا نعرف ليه بنبقى عارفين الصح وما بنعملوش، وليه العلم والعقل والدين أجمعوا على نفس الجملة: ابدأ دلوقت. في ناس كتير بتبقى عارفة الصح بس ما بتعملوش، بتبقى عارفة طريق الصواب وما بتمشيش فيه. هل ده عدم معرفة أو نقصان نية أو ده إيه بالضبط؟ القرآن الكريم بدأ بِاقرأ. يعني إيه؟ يعني اتعلم، اتعلم وافهم وتأمل واعرف كل اللي حواليك واعرف بالضبط الطريق الصح والصواب. طب هل وقف عند كده؟ لأ طبعًا، جه بعده متتاليات. إيه اللي بعد المعرفة والعلم؟ العمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. طيب إحنا النهارده عرفنا، سعينا واشتغلنا، هل النتيجة هتبقى إن أنا أفضل واقف مكاني؟ لأ، النتيجة إن أنا وصلت لنجاحي. طب أنا لو فضلت عارف وما باعملش، عاوز أذاكر وعارف المذاكرة طريق نجاحي وما باذاكرش، باعيش في حلم، بانام على سريري وعلى مخدتي وأفضل أفكر وأحلم وباحقق أحلامي وأنا نايم في حلم، هل ده هيوصّلني؟ هل ده هيخلّيني أوصل ل99% اللي نفسي فيها؟ والّا أنا باحلم وأنا نايم عشان الدوبامين يعلى معايا واستمتع وخلاص، من غير ما أوصل للي أنا عاوزه؟ وييجي غيري زميلي اللي تعبان وسهران وذاكر لإنه عرف واتعلم وفهم إن طريق النجاح هو العمل، وبدأ يشتغل على نفسه وبدأ يذاكر وبدأ يجتهد، وفي الآخر أنا اللي كنت باحلم وأنا نايم فضلت مكاني وفشلت، واللي كان بيحلم وهو صاحي بعد ما اتعلم واشتغل وبدأ يحط رجله على أول السلم نجح وجاب المجموع اللي كان نفسه فيه وأنا كان نفسي فيه، بس هو سلك الطريق الصح بعد معرفة وبعد عمل، وأنا فضلت مكاني ما نجحتش بل فشلت لإني ما اشتغلتش وما عملتش، اعتمدت بس على العلم إن أنا عارف وفرحان إن أنا باحلم وباحقق أحلامي في الحلم بس. النبي صلى الله عليه وسلم رسم لنا المعادلة، قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف. القوة مش بالعضلات، مش بالجسم، القوة بقوة الإرادة والإصرار والعزيمة والتعلم والعمل باللي اتعلمته. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش إنسان تناظري اللي هو بينظر على الناس وخلاص، لأ، الرسول صلى الله عليه وسلم كان قبل ما يأمرنا بحاجة كان دايمًا بيعملها الأول، كان بيطبّق الأمر على نفسه وبعد كده بيأمر أهله بيه. بيأمرنا بيه وبيأمرنا إن إحنا نتّبع أمره بعد ما هو بينفّذه قدّامنا ويعلّمنا إزاي نعمله. يعني ربنا سبحانه وتعالى كان بيعلّم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول كان بيتعلّم، بعدها بيطبّق، بعدها بيقول لنا: العلم من غير عمل ما لوش أي لازمة، والعقل بدون عمل ما لوش أي لازمة، لازم يكمّلوا بعض، تكون عاقل ويكون عندك علم، يكون عندك معرفة وتشتغل عليها عشان تحقق اللي أنت عاوزه، عشان توصل للي أنت حابه. سيدنا علي بن أبي طالب بيقول جملة عميقة وجميلة أوي: العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. يعني إيه؟ يعني العلم بينادي على العمل، فلو العمل استجاب واشتغل معاه هيشتغل وهيوصل وهينجح، مش هيكسل، مش هيقعد، مش هيفشل، وإلا ارتحل. خلاص، لو عملت بالعلم اللي عندك هيثبت ويكبر ويعلى ويعليك، لكن لو تكاسلت وما عملتش بالعلم اللي عندك هيطير هيتمسح، لأن مفيش مثبتات له. مثبتات العلم هو العمل بيه، زي القرآن الكريم. لما تحفظ القرآن وتعمل بيه هتبص تلاقيه ثابت، لكن لما تحفظ وتتناسى العمل بيه مش توصل لحاجة،
هتلاقيه بيتمحى وبيقع من دماغك ومن نفسك ومن خاطرك، مش هتلاقيه موجود. العمل هو مثبت للعلم، مثبت للحياة، مثبت للهدف. هو العمل هو طريقك للنجاح بعد معرفة وعلم. الواقع اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، هتبص هتلاقي ملايين من البشر حافظين تنمية بشرية، بيتكلموا بلسان ما شاء الله بالفصاحة، تلاقي عندهم أقوال، وتلاقي الحالات الواتس بتاعتهم كلام، بس تيجي للتنفيذ العلم اللي عنده أو المعرفة اللي عنده تلاقيه وقع منه، بيسوف، لسه بدري، طب بكرة، طب مش دلوقتي، طب كذا، طب كذا. كل ده بيتبلور في الفشل، إن هو قاعد مكانه، إن هو كسلان مش عارف يبدأ طريقه. هو عارف هو إيه الصح وإيه الغلط، عارف إنه هيبدأ من الطريق ده، بس مش عارف يبدأ، مش عارف ياخد الخطوة الأولى اللي هي أصعب خطوة، وبعد كده هتجر كل الخطوات بعدها بسلاسة وبسهولة، بس هو يحط رجله على أول الطريق وأول السلم ده. الكسل هو الفشل. هتكسل هتتعب، الراحة تعب، الكسل طريق هتحبه دلوقتي مش هتحبه بعد كده. انت النهارده لو بصيت انك هل تقوم تذاكر وتجتهد عشان توصل لنتيجتك، ولا تفضل قاعد مكانك ومرتاح وماسك التليفون وبتقلب وتتفرج على ريلز وبتتفرج على كذا وعلى كذا وانت مرتاح نفسيا، انت كده مبسوط. بس تعالى بعد كده هتلاقي نفسك تتعب. احنا هنعيش كام سنه؟ 50 60 70 سنه 100 سنه؟ طب دول ايه؟ هتسأل عن عمرك وعن شبابك وعن عملك، هتقول ايه؟ هتقول انا كان نفسي بس كسلت؟ ولا هتقوم دلوقتي وتحط علمك قدام عينك وتفكر وتاخد طريقك؟ والله 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 لو بدأت بأي شكل، حتى لو بدأت غلط، بس انت بدأت. ابدأ في اللي انت عاوزه. وقت ما تبدأ ربنا هيصحح لك طريقك. وقت ما تبدأ هتلاقي حاجات كتير بتتفتح قدام عينك، وبيبان كتير من غير ما تخبط عليها هتلاقيها بتتفتح لك. بس انت تكون ناوي النية وتعمل باللي تقدر عليه. اشتغل باللي تقدر عليه، ابدأ باللي تقدر عليه، ما تحملش نفسك فوق طاقتها، ابدأ بخطوة صغيرة. كل ده هتلاقيه اختفى، تلاشى. هتلاقي بدايتك وحركتك وسعيك يظهر قدامك فرص وبيبان والله عمرك ما تخيلت انها تتفتح. بأقل أقل 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 قدرة عندك توصل لأقصى أقصى أقصى وأبعد أهدافك وأحلامك، وممكن أحلام وأهداف ناس تانية وما عرفوش يوصلوا لها، وهم عندهم قدرات أكتر من قدراتك بمراحل. بس أنت اسعى وابدأ، حط رجلك على أول خطوة الطريق. أول خطوة في الطريق هي اللي هتبين لك نور هي اللي هتفتح لك الطريق كله. طب أبدأ منين؟ أول حاجة ابدأ بخطوة صغيرة مش كبيرة. مش لازم تنقل جبل، انقل حصواية وبعدها هتكمل الجبل وهتنقل جبل. الحاجات البسيطة تخلي النفس تروح ليها، تبدأ. تاني حاجة اربط العلم بالفعل، يعني اللي انت متعلمه وعارفه طبقه على نفسك. آية قرآنية، احفظ آية كل يوم وطبقها في حياتك اليومية. احفظ آية واعمل بيها. احفظ حديث أو اقرأ حديث واشتغل بيه، طبقه في حياتك اليومية. العلم طبقه الفعل. تالت حاجة حاسب نفسك كل يوم، كل يوم شوف انت عملت ايه، لأن المحاسبة بتولد التغيير. رابع حاجة امشي مع ناس بتحب الفعل مش الكلام بس، بتذكرك بالفعل. خامس حاجة هو الدعاء. الدعاء بيخلي العلم حي، بيخلي قلبك دايما حي. اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما يا رب العالمين. دايما ندعي ربنا. في النهاية محدش فينا ناقصه علم، محدش فينا ناقصه الطريق، كلنا عارفين الصح والغلط، بس احنا اللي بنكسل ان احنا نمشي في الطريق الصح، لان دايما طريق الصح هو صعب، فانت بتخاف تمشي في الصعب. نفسك وعقلك دايما بيدوروا على الطريق السهل، بس الصعب نهايته حلوة، السهل نهايته وحشة. ربنا سبحانه وتعالى وعدنا إنه اللي يسعى عليه ربنا هيسعى له. ما تقفش مكانك
وتقول هتغير، وتقول أنا نفسي أوصل. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. غير اللي جواك، ربنا هيغيرك. غير نفسك، ربنا هيسندك وهيساعدك. هي معادلة، أنت بدايتها ونجاحك نهايتها. بتبتدي بيك وبتنتهي برضو بيك. لو خير هتنتهي بالخير وبالفرحة، لو شر هتنتهي بالشر وبالحزن. الدقيقة اللي هتبدأ فيها هي دي دقيقة نجاحك. إصرارك، التزامك، انضباطك، مجهودك المبذول بذكاء وليس بتعب نفسي وضغط، بذكاء، هو ده اللي هيغير في حياتك. ابدأ دلوقتي عشان بكرة قريب تفرح فيه. ما تزعلش وتكون من الفاشلين، خليك من الناجحين وأنجح الناجحين بإذن الله.